وسلام الله عليكم في فيديو جديد من اروع السلطات الصيفيه اللي تقدروا تحضروا في هذا الفصل الصيف ومع هذه الحراره اللي داخله لبلادنا ان شاء الله. وصفه ديال الخس بالليمون مع القرفه، يعني وصفه قديمه وقليل اللي تعرفها. نقدروا نقولوا انها وصفه مكناسيه، واللي تعرفها واللي تجربها والحمد لله دابا اليوتيوب والمواقع التواصل الاجتماعي ما خلات حتى شي حاجه في شي بلاد، كل شيء ولا قريب وكل شيء ولا مخلط. المهم اللي تعرف هذه الوصفه يخليها لنا في التعليق في كومونتير ويشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا تنحتاج الخص ديالنا من بعد ما رقدنا شويه ديال الخل على حسب الحشرات، وعلى الا كانت الغبره اللي فيه كنغسلوه مزيان. هنا تنحتاجو الليمون ديالنا تنقشرو على الطريقه اللي تلاحظوا معنا في الصوره. من بعد تناخذوا الليمون ديالنا تنقطعوه دوائر او مربعات على حسب الشكل اللي بغيتو، على حسب الذوق ديالكم. هنايا انا قطعته دوائر وزدت قطعته على النص كما تلاحظوا في الصوره. هذه سلطه صيفيه يعني رائعه، تقدر علاش لا كوجبه رئيسيه في العشاء اللي بغى ينقص في الوزن، علاش لا. هنايا كما تلاحظوا كنكمل الليمون ديالنا، يعني سهله في دقائق معدوده تتوجد معنا المكونات اللي كاينين في اي منزل، يعني ما تحتاج حتى شي حاجه اللي ما كايناش. هنا الليمون ديالنا تنحتاجوا واحد البول اللي غنخلطوا فيه. كما تلاحظوا هذه هي التقطيعه اللي درت ليه. من بعد تناخذوا الخس ديالنا اللي كنا كما قلنا غسلناه مزيان بالخل، رقدناه شويه في الخل ومن بعد غسلناه. هنايا تنقطعوه اما على هكا ما صغير ما كبير صافي. وهذا هو الشكل النهائي. من بعد تناخذوا المكون الرئيسي اللي سيعطي واحد المذاق غزال، هي القرفه. على حسب الذوق وعلى حسب الكميه، على حسب اختيار والنسمه، واش تبغيوها قويه ولا غير خفيفه. من بعد السكر كذلك حتى هو على حسب الذوق، تقدروا تستغناو عنه اللي ما عندوش مع السكر. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا في دقائق معدوده. كما قلت لكم تقدروا ترافقوا بها الوجبات ديالكم ديال الغداء او العشاء، او تاخذوها كوصفه رئيسيه، وجبه رئيسيه عفوا. كما قلت لكم الاصحاب اللي باغي ينقص في الوزن تقدروا تستغناو فقط على السكر والقرفه والليمون والخس، يعني راكم عارفين الفوائد ديالو. وهذا هو الشكل النهائي، وصفه صيفيه رائعه بنتيا جربوها، واللي جربها يخلي لنا كومونتير زوين، واللي وصل لهنا اشتراك والدعم ديالكم على القناه. راه فيها وصفات رائعه وتقليديه. وشكرا.